ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدأ العظمة بتاعت النهاردة؟ يلا بينا. هنكمل النهاردة ملخص مسلسلنا سول لاند، فريحوا كده واسترخوا واعملوا حاجة حلوة تشربوها وتعالوا سوا نكمل ملخصنا. بيبدأ ملخصنا النهاردة على المعلم تشاو لما سمع صوت غريب بره اوضته وخرج يشوف في ايه، وتتبع الصوت لحد الغابة ولقى هناك راجل غريب متنكر، ولما شافه لقاه بيخرج طاقته واللي عبارة عن مطرقة ضخمة. واول ما شاف تشاو المطرقة خاف لانه عارف ان صاحب المطرقة هو محارب عظيم. لا مش من اولها خوف كده يا صاحبي، فوق كده. وكمان كان القائد بتاعه في يوم من الايام، واظهر صاحب المطرقة غضبه الشديد من طريقة تعامل تشاو مع تانج سان، وكان عاوز يعلمه درس على اللي عمله مع تانج سان وباقي فريقه. وقبل ما يتقاتل معاه بيظهر عميد المدرسة وبيكون معاه روح ثمينة وقوية، وهي روح البومة، ودي روح قوية جدا ومعدية المستوى ال78. ولما بيشوف عميد المدرسة الرجل الغامض بيتعرف عليه فورا وبيكون تانج هاو ابو تانج سان. كده المسلسل شكله هيولع. تعال يا زميلي نشوف فيه ايه. بيحاول عميد المدرسة انه يمتص غضبه لانه قوي جدا، وبيسأله ايه سبب انه عاوز يتقاتل مع السيد تشاو، ولو في اسباب مضايقاه ممكن يعتذر بالنيابة عن السيد تشاو. لكن تانج هو هدده وحذره ان لو ما بعدش عن طريقه هيضطر يحاربه هو كمان، فاضطر انه يبعد فعلا عن طريقه. ووقتها قال تانج هو للسيد تشاو انه هيحاربه بكل قوته، ولو قدر يصمد قدامه لمدة ساعة هيسيبه ويمشي. وده نفس الاسلوب اللي استخدمه السيد تشاو مع الطلاب، وبسرعة بيضربوا ضربة قوية جدا وبيطيروا من مكانه. والسيد تشاو ما كانش قادر حتى يصد هجماته. يا حستي امال ازاي هتكمل ساعة؟ فعفى عنه تانج هو وقال له يهتم بتانج سان، وشكر السيد تشاو تانج هو لانه عفى عنه وسامحه، واخد عميد المدرسة ورجعوا للأكاديمية. وبعد المعركة العنيفة اللي خاضها تانج سان مع السيد تشاو فقد الوعي لمدة يومين، ولما فاق اخيرا لقى نفسه في اوضه مع طالب اسمه اوسكار كان بيهتم بيه طول اليومين اللي فاتوا. ده ممرض ده ولا ايه؟ وبيكون هو شريكه في الاوضه، وبيعرفه بنفسه ان اسمه اوسكار واسم شهرته نقانق. ده اوسكار ولا سناكس؟ لانه روحه القتاليه بتعتمد على الاكل. وبيكون اوسكار مهووس بتانج سان لانه هو الوحيد اللي قدر يصمد قدام السيد تشاو، واوسكار ما قدرش بالرغم من انه في المستوى ال29. وبيبدي اوسكار اعجابه الشديد بتانج سان، لكن تانج سان بيكون ظل تفكيره في حاله تشياوا وصحتها دلوقتي عامله ايه، فبيأكد له اوسكار انها كويسه وزي الفل وقاعده في اوضه تانية مع بنت زميلتها. ولما بيطمن تانج سان على شياو بيرتاح وبيرجع ينام تاني. وتاني يوم بيروح تانج سان للمكان اللي حصلت فيه المعركة بينه وبين السيد تشاو، وبيجمع كل الإبر السامة اللي استخدمها في المعركة، وبيفتكر اللي حصل في المعركة، ومش بيكون مصدق ازاي قدر انه ينتصر على حد قوي زي السيد تشاو. لكنه بيقرر يعمل أسلحة سرية تاني علشان يستعد لأي مواجهة قوية تحصل تاني، خصوصا لو كان خصومه أقوياء جدا زي السيد تشاو. وبيقرر يستمر انه يدرب نفسه اكتر واكتر علشان يكون دايما مستعد. بعدها بيروح لأوسكار وبيسأله عن مكان أوضة شياوا ويروح لها ازاي، فبيرد أوسكار وبيقول له انه سكن البنات على بعد 30 متر من السكن بتاعهم، لكن في قواعد صارمة في المدرسة، وهي ان الطلاب الذكور مش مسموح لهم ابدا الدخول لسكن البنات. لا رجولة صاحبي وفاهم في الوصول. بيمشي تانج سان وبيروح لأوضة شياوا وبيخبط عليها، فبتفتح له لكنها بتطلب منه يوطي صوته لان زميلتها بتتدرب، فبياخدها وبيمشوا المكان بعيد شويه علشان يتكلموا سوا. وهم ماشيين بيشوفوا شاب تخين اسمه هونج بيكون بيلوم حبيبته انها عاوزه تنفصل عنه، بس بيلومها بشكل عنيف شويه. فبيتوقع تانج سان وشياوا انه بيضايقها، وبيقرروا يتدخلوا ويساعدوها. فبيزعق تانج سان لهونج وبيوجه له ضربات قويه، لكن واضح انهم استهونوا بقوه هونج اللي اكتشفوا انه عنده قوه روحيه خطيره اسمها وحش الفينينق. الفينينق ده اسمه وحش ولا فطير ولا ايه؟ وبيفتكر تانج سان معلمه وهو بيحكي له عن الوحش ده انه قوي جدا وعنده 7 ألوان وصعب التغلب عليه، وانه مش بيسمح لمالكه انه يطير، لا ده كمان بيخليه يلعب بمهارة وأفضلية كبيرة. بيقطع تفكير تانج سان حركة قوية بيعملها هونج لأنه بيعمل انفجار كبير، ولحسن الحظ بيقدر تانج سان انه يحمي نفسه بالجدار الفضي وبيتفادى هجمة هونج. وبسرعة جريت شياو عليه علشان تهجم عليه، لكن هونج خاف يأذيها بالنار اللي عملها فخفف قوته، وده اداها فرصة انها تهجم عليه بأنياب الأرنب اللي بتمتلكها ووقعته على الأرض.
لكنه قام تاني وقرر يبدأ معركة جديدة بينهم. وقبل ما تبدأ المعركة بيظهر المعلم ميس باي وبيوقف المهزلة اللي حاصلة، وبيقول لهم انهم لازم يحترموا هونج لانه من اقوى معلمي الروح. والله ما باين عليه اي حاجة من اللي بتقوله ده، ومش لازم ابدا يحكموا عليه او يقللوا منه بسبب مظهره. وبيشرح لهم انه اتولد في قرية دواجن وقواهم فيها كانت قليلة، الا هو الوحيد اللي اتولد وقوته اتحورت وبقى قوي جدا. لكن ظهر عيب وحيد في قوته، وهو انه لما بيغضب ما بيقدرش يتحكم في اللهب اللي بيخرج من طاقته، وممكن يأذي بيه كل اللي حواليه، وعلشان كده لازم يكونوا حذرين في التعامل معاه. وبعد فترة طويلة من النقاش بياخدهم المعلم موباي وبيروحوا للكافيتيريا. وبعد ما أكلوا ظهر عميد المدرسة، اندهش لأنه شافه قبل كده في المكتبة، واكتشف دلوقتي إنه هو مؤسس مدرسة شريك للفنون القتالية. أوبا، مفاجأة كبيرة دي قوي يا صاحبي. بدأ العميد يرحب بالطلاب الجدد اللي هم تانج سان وشياوا وجوجو وكل اللي اتقابلوا معاهم في نفس اليوم، وبدأ يفكرهم بقواعد المدرسة وإن ما ينفعش حد يخالفها، وبدأ تدريبهم على كيفية الهروب من المواقف الصعبة والتصرف في المشكلات. وبص الأوسكار وأمره إنه يجري 20 لفة في المكان لأنه حس إن مش منتبه لكلامه. وقبل ما يأمر نينج ليو بأي حاجة اتعصبت وحذرته من إن يملي عليها الأوامر، لأنها بنت زعيم قبيلة وجاية من أقوى وأعرق القبائل في المكان، وإنها أميرة بنت أمير، وده وضع هي ما تقبلوش. برضو الكوسة والواسطة في المسلسلات ما علينا. لكن العميد قال لها ان ايا كان وضعها الاجتماعي خارج الاكاديميه ده ما يدهاش الحق تتعامل بطريقه مختلفه عن الباقيين، وانها طول ما هي في الاكاديميه فهي تحت سلطته وتتبع اوامره، ولو مش عاجبها فممكن تمشي وتسيب المكان وترجع لقبيلتها. كده انت مدرب اصلي. بعدها بتمشي نينج وهي بتعيط، والموقف ده بيبين سيطره وقوه العميد داخل الاكاديميه. بعدها اخذ العميد باقي الطلاب ووداهم للمكان اللي هيتدربوا فيه بعدين، وكان مكان اسمه عرين الروح. ولانهم كلهم اسياد روح اقوياء لازم يتدربوا كانهم فرد واحد، واخدهم لقاعه سؤول وقال لهم انهم هنا هيقدروا يتدربوا على الروح القتاليه، والمعارك دي لازم يخوضوها علشان يحسنوا مهاراتهم، وانهم حتى لو اقوى الخصوم لكن هيجي وقت ويقفوا في موقف الحياه والموت ولازم يتعلموا ازاي يتصرفوا فيه. وصرح لهم انهم مقابل كل مباراه هيفوز فيها واحد منهم هياخد نقطة، واللي هيخسر نقطة، واللي هيقدر يجمع 100 نقطة هيحصل على شارة الروح الحديدية. وراحوا كلهم يسجلوا اسمائهم مع موباي، ودخلوا قاعة الروح وقال لهم موباي ان الشارات متقسمة ل8 شارات: حديد وفضة وبرونز وذهب وارجوانية وياقوتية، واكبر شارة هي الماسية. والمعارك متقسمة ب3 أقسام: معركة الموت العادية ومعركة الموت والمتوسطة والمعركة الكبرى، وإنهم كل 2 فيهم هيعملوا فريق، لكن المعارك هتكون فردية. فبيكون تانج سان وشياوا فريق وبيسموه سان وو، وبيدخلوا ساحة المعارك بعد ما بيسجلوا اسمائهم واسماء الفرق بتاعتهم، وبيلاقوا الساحة مليانة ناس جاية تتفرج على المعارك. وبتكون اول معركة لشياوا والروح القتالية بتاعتها ارنب اليشمة، ارانب وفراخ وكده يعني، وهتقاتل محارب اسمه شيمبو واللي عنده روح وحش سور قرن حديدي. والكل اول ما شافوها اتريقوا واتنمروا عليها. طبعا يا ابني ده انا نفسي اتنمرت عليها لانها بنت وضعيفة وشكلها ما يوحيش انها تقدر تقاتل اي حد. واول ما بدأ القتال جرت شيمباو بقوة السور اللي جواه تجاه شياو، لكنها قدرت تتفادى ضربته بكل سهولة. بعدها استخدمت قوتها واللي اسمها الجسم المقوس، وده اداها افضلية قتالية، وبقت سرعتها توازي سرعة الضوء، ووجهت له ضربات قوية وسريعة جدا لدرجة انه ما قدرش يتفاداها حتى او يرد عليها. وكانت اخر ضربة هي القاضية ليه، وقضت عليه تماما وكسب النزال. وده ابهر الجمهور لانهم ما كانوش مصدقين انها هتقدر تقاتل كده. لا بصراحة الارنب عامل شغل يعني، وان بنت لطيفة هتقدر تهزم الراجل الضخم ده. ومن وقتها وبقى ليها معجبين كتير وجمهور عريض بيحبها وبيدعمها. والمعركة التانية كانت معركة جوجو وتانج سان، وقبل ما يدخل تانج سان للساحة قال له موباي انه ما يستهونش بقوة جوجو لانها سريعة جدا. واول ما دخل تانج سان سدد لها ضربات بالنبات الفضي الازرق، لكنها كانت سريعة وقدرت تتفاداها وهجمت عليه بسرعة كبيرة. فقرر تانج سان يزود حجم الحواجز اللي بيخرجها من طاقته، وقدر يصدها ويحجم سرعتها، وده خلاها ما تقدرش توصل له. فاستسلمت للهزيمة وانسحبت من القتال، وتم اعلان ان تانج سان هو الفايز. بعدها كانت المعركة الثنائية الفرق سان وو اللي فيها تانج سان وشياو واو. بيدخل تانج سان وشياو واو للساحة وبيلاقوا قدامهم فريق اسمه الدم الحديدي، وبيتكون من 2، واحد اسمه التنين الحديدي والتاني اسمه دم النمر. واول ما بيشوفهم تانج سان بيعرف انهم مش خصوم سهلة ابدا، فبيقرر يحاربهم بذكاء وما بيدهمش فرصة يهاجموه. وعلشان كده عملوا خطة ذكية
وهجمت عليهم بأقصى سرعة ليها، واستغل تانج سان الفرصة واستخدم النبتة الفضية وكتفهم وشل حركتهم، وقدروا يكسبوا من غير أي مقاومة من الخصوم والكل احتفل بيهم. بعدها بنشوف المعلم موباي وهو بيوبخ نينجا علشان ما مشيتش من الأكاديمية بعد ما طردها العميد، وهي ما نفذتش أوامره. وقال لها المعلم موباي إن ممكن الكل يكون بيخاف منها بسبب إنها جاية من قبيلة كوبارو وعنبر، لكن هنا في الأكاديمية مش هتكون مخيفة لأي حد. وقال لها إنها لو ما مشيتش هيتقاتل معاها. وقبل ما يقاتلها جه تانج سان وقال له ان ده ملوش داعي، وقال لها تمشي من المكان. ولما دخل موباي راحت نينجا لتانج سان وقالت له انها عاوزاه يقاتل موباي، ومقابل ده هتديله آلاف العملات المعدنية، وكمان هتخليه الضيف الأكثر تكريما في قبيلتها، لكنه رفض. وقال لها ان السلطة والمال مش ممكن يشتروا اي حاجة تطلبها، وبيسيبها ويمشي هو وشياو واو. وبيروح ليها اوسكار وبيقول لها انه كان بيحبها اول ما شافها في الاكاديميه، لكن بعد ما عرف ان شخصيتها كده بقى بيكرهها، ونصحها انها لو ما غيرتش اخلاقها وصفاتها وشخصيتها مش هيكون ليها اصحاب ولا اصدقاء، والكل هيبعد عنها، وسابها ومشي. وفضلت نينجا على العشب بتبكي لوحدها. وتاني يوم بتروح نينجا لعميد الكليه وبتعتذر له بتواضع قدام كل الطلاب، وبتطلب منه يسامحها، فبيقرر يسامحها ويستأنف تدريباته معاهم. وبعدها بياخدهم موبايل للكافيتيريا علشان ياكلوا، وبيعرضوا قوتهم، وبيعرفوا ان اوسكار وصل للمستوى ال30 وروحه بقت اقوى، وده بيصدمهم وبيحتفلوا كلهم بيه. وهم قاعدين في الكافيتيريا جت مجموعة من مدرسة تانية اسمها مدرسة هيول، وكانوا جايين ياكلوا. والله نفسي اعرف اكلكوا ايه، لكن موباي قرر يفتعل اي مشكلة معاهم علشان يستعرض قوته وقوة طلابه. وبعت واحد من طلابه يمشي جنبهم وكأنه وقع عليهم المشروب بالغلط، وفعلا ده استفزهم وقامت الخناقة. وبعت معلم مدرسة هيول طلابه علشان يتخاطلوا مع طلاب موباي وأكاديمية شريك، وقرر موباي يقاتل المعلم بتاعهم بنفسه. وقتها خرج المعلم قوة روحه واللي عبارة عن سلحفاة سوداء. وأول ما بدأ القتال صاحب المطعم قال لهم ما يعملوش أي مشاكل داخل المطعم، فقال معلم مدرسة هيول لموباي إنهم يخرجوا بره ويكملوا القتال. يا اسطى الشارع واسع وراجل لراجل يا معلم. وقبل ما يخرجوا قال تانج سان لموباي إن روح المعلم الخصم هي السلحفاة السوداء، وده هيخلي دفاعه قوي جدا لكن هجماته هتكون بطيئة وضعيفة. وده خلى تانج سان يكون متأكد إنهم هيفوزوا في القتال ده، ولأن روحه بتطابق مع الماء فهيكون روح هونج مفيدة ليهم، لأنه روحه بتستخدم النار فهيكون قادر على كبح جماح قوة المعلم الخصم ويقاوم المية بالنار. وأوسكار هيساعد هونجا، ولسبب غامض استبعد نينجا من القتال ده. وقبل ما يمشوا قال لها أوسكار ما تزعلش وما تحسش بشعور سيء لو فعلا عاوزة تثبت للكل إنها اتغيرت. وبيخرجوا كلهم علشان يقاتلوا المعلم كين، وبيحاصروا هونج بألسنة اللهب، وتانج سان بيعمل له فخ بجذور النبتة الفضية، وبيحاولوا يوجهوا له ضربات سريعة وقوية. لكن شكل تانج سان استهون بقوة المعلم كين لأن قدراته الهجومية كانت قوية برضه زي قدرات دفاعه. وفجأة بيجي المعلم تشاو وبيوقف القتال، وبيؤمر طلابه انهم يدخلوا المطعم، وبيقرر يقاتل هو المعلم كين بنفسه لانه ضايق طلابه. واول ما بيبدأ القتال بيقف تانج سان واصحابه ورا الباب يتفرجوا على اللي بيحصل والمعركة الشرسة اللي هتدور بين اقوى المعلمين. ابتسم السيد تشاو، والمعلم كين خرج روحه القتالية الضخمة، لكن السيد تشاو ما خرجش اي طاقة قتالية لانه ما كانش محتاجها. ده ايه الثقة دي يا واد؟ وفضل يضرب المعلم كين بكل قوته، وضربه لكمات قوية وسريعة وكأنه حوله لكيس ملاكمة ورماه بعيد. ده مش كيس ملاكمة، ده بقى كيس مخدة. وده صدم طلاب مدرسة كين هيول وخلاهم يفقدوا الثقة بالمعلم بتاعهم. وتاني يوم وبناء على أوامر العميد أخذ السيد تشاو الطلاب للغابة علشان يدربهم على مطاردة قوى الروح والوحوش، وكانوا بيتدربوا على روح وحش اسمها ستيرادو، ودي روح قوية جدا وأقوى روح تدريبية ممكن يقابلوها، وعندها روح ألفية أو روح قرن الألفية. ونصحهم بأنهم طول ما هم ماشيين في الغابة يبقوا قريبين منه بمسافة 20 متر بحد أقصى، وإنهم ما يهاجموش وما يقتلوش أي روح إلا بإذنه. وبعدها بنشوف روح وحش عملاق صحيت لما سمعت صوت دوشة في الغابة وفضلت تتتبع الصوت وتطاردهم، وكمان كان في وحش تاني بيتتبعهم. فضلوا يدوروا ايه اللي بيطاردهم واستخبوا وسط النباتات علشان يخبوا أرواحهم. وطلعت جوجو للشجرة ووصفت لهم الوحش انه أفعى ضخمة جدا على رأسها تاج أحمر وديلها على شكل مروحة، وده خلى المعلم تشاو يعرفها ويقول لهم انها أفعى اسمها فينيكس وقوية جدا وسامة. فينيكس ده اسم طبق دش ولا أفعى؟ وقبل ما يكمل كلامه وصلت ليهم الأفعى وهجمتهم. ولحد هنا بينتهي ملخصنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا باقي أجزاء ملخصنا الشيق. سلام.